السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي الكرام، ها نحن شارفنا على توديع شهر المغفرة والرحمة صالح الأعمال، ولا شك أن كل واحد فينا بمجهود في العبادات والطاعات ونحرص على الاستمرارية باش الله سبحانه وتعالى يتقبل منا هذه الأعمال، لأن الله موجود في رمضان وغير رمضان. فرمضان المبارك مرحلة من المراحل اللي اصطفاها الله سبحانه وتعالى لجميع الكثير والكثير من الحسنات. وإحنا أحبتي مقبلون على مرحلة أخرى اللي هي مرحلة العيد اللي خاصنا نستغلوها ونغتنموا الحسنات ديالها. فكيفاش نغتنموا هذه الحسنات؟ أول حاجة خاصنا نديروها هو إخراج الزكاة لما فيها من فضل، اللي هو جبر الصيام ديالنا وإدخال السرور على الفقير. وثاني حاجة أننا نصليو صلاة العيد اللي كل شيء كيخرج لها، صغير والكبير، حتى الحائض إذنها النبي عليه الصلاة والسلام أنها تخرج، إلا أنها كتسمع الخطبة فقط وما كتصليش. وما نساوش أحبتي أن نأكل بضع تمرات قبل ما نخرجوا للصلاة، ومن الأحسن باليسر، وحدة ولا ثلاثة ولا خمسة ولا سبعة، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وما نساوش أيضا أننا نكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى من تكبير وتهليل. ومن السنن المستحبة أننا نمشيو من طريق ونرجعو من طريق ونلبسوا أحسن الثياب. والعيد أحبتي فرصة لإظهار الفرح والسرور، فقد جاءت أحاديث كثيرة كتحثنا على إظهار الفرح نهار العيد وكتعتبر شعيرة من شعائر هذا الدين. فأم عائشة رضي الله عنها قالت لنا بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتين كينشدوا. هنا نشير لواحد المسألة، وهو أن الجاريتين كينشدوا كلام ما فيه شي حاجة كتغضب الله سبحانه وتعالى. فقال لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أنا زمير الشيطان في بيت رسول الله وذلك في يوم العيد. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. أيضا من الأحاديث اللي كتبين أهمية إظهار الفرح نهار العيد ما روي عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما. قال صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. وختاما أحبتي، نحرصوا أننا نزوروا الأقارب والأرحام والأصدقاء ديالنا ونقدم لهم التهنئة بقدوم العيد. وخير ما نهنئ به بعضنا البعض ما تواتر عن الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يقولون: تقبل الله منا ومنكم. أحبتي، عيدكم مبارك سعيد، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.